واحد جاز من هاد المراحل هذه الصعبه، وتا شي واحد ما جبر اوروبا، مفرجه بالورود ومفرشه بالزهور. الاقليه الكثيره اللي كتحس بالناس هنايا في الجوامع، كتجي عندهم مثلا كتوقف في الباب ما كيعقل عليك حتى شي واحد، كيقول لك عم بحرك عمو ديالي. هذه واحد عامين ماتوا جوج د المغاربه موجة البرد القارصه اللي كتعرفها اوروبا بصفه عامه، خصوصا برشلونه. ربما تكون بزاف الاسباب اللي غتجعلك مثلا تكون معرض للزنقه، وبزاف الدراري كنعرفوا هنا مساكن كينعسوا غير في الزنقه، وبزاف اخيب حاجه تقدر توقع لك في هذه الغربه هذه هي تبقى محنسر وتبقى اونبان. ماشي بمعنى انك عندك واحد التيمبو مثلا وجايب في الغربه سنين وسنين، واحد النهار مثلا كتلقى راسك كتقلب على الكرا ولقيتي اونبان ولا هذه عادي جدا. كتجبر قديم بزاف عنده 20 سنه 30 سنه في الغربه كتجبرو معرض، لان كيكون مثلا كل واحد وكتختلف المشاكل ديالو. كاين اللي كيكون مثلا كاين اللي كينوض له الصداع مع مول الدار، كاين اللي ما كيتفاهموش مع الدراري في الدار، كاين بزاف د الحوايج. وانا اليوم كذبش عليكم اخوتي كنقلب على الكرا، كنت مع شي الناس الله يعمر ليهم الدار، اقسم بالله العلي العظيم كنت معاهم بحال لي انا في الدار ديالي والله العظيم الصراحه توقع. المعامله الطيبوبه كنحس براسي خاهم، كنحس براسي فرد من العائله ديالهم. ايوا اخوتي اليوم جا النهار اللي غادي نمشي ندبر على راسي. نتوما عارفين اول فيديو كنعمل اخوتي كنقلب على شي بلاصه اللي نحط فيها الراس، شي واحد يكري لي شي بيت مديباني حتى المهم تندبر شي، المهم اي حاجه. وهذا الفيديو هذا عملته باش نقول لكم بان الغربه معرض اي نهار تخرج تقلب، اي نهار تخرج يوقع لك شي مشكل ما تفهمتيش، يعني جا مول الدار كذا هذه كدوز ماليطه ديالك غادي لانطي لا رجوع الى الوراء. واللي في غربه كامل عنده اللي مدوز عارف شني عادي كنقصد بهذه الهضره هذه. ونطلبوا من الله الخير الاخوان ديالنا. انا قلت لكم شي بيت في طراسه اولا في صباديل اولا النواحي ماشي مشكل، يكون فين ما كان يكون عين قريب من طراسه صباديل هاد الزونه هادي. راه هنا بزاف د الناس والله العظيم جايبين تيامبو في الغربه كتجبروا مساكن. كل واحد شنو اللي كيوقع له، شي كيوقع له مشاكل مع المراه، شي كيوقع له مشاكل العائليه، كتجبروا الكبري مشرد في اوروبا، كتجبروا مسكين عايش في الزنقه، اولا كتجبروا شي طوموبيل كيديباني. والله يحسن لهم الاخوان، الغربه صعيبه وش غادي نقول لكم، قلوب قسات كما قالوا. الغربه كتبيض الوجوه وكتكحل القلوب. ما كذبوش باللي قالوا الغربه كتبيض الوجوه وكتكحل القلوب. انا عمري ما طلعت في شي فيديو هيدا اخوتي، واللي متبعني عارف اني ما كاين شاطره ولا بار. واليوم اخوتي بغيت نستغل هاد السوشيال ميديا، هاد وسائل التواصل الاجتماعي، على الله يبان شي واحد قريب ليا ولا كيعرفني كري منه يديبانيني. المهم شتى الطرق دوزوا على الفتره هذه وتكم تجيكم من كل ما يأذيكم الاخوان. وما عندنا الغربه هذا حال، انت خصك تكون عندك موجد الماليطه ديالك وموجد الصاك على كتافك، فيما جابت تحط الراس وفيما كاين الرزق مشي موراه. اي واحد كيجوز هاد الفتره هذه، اي واحد كيجوز، خصوصا الناس اللي بلا وراء كيجوز هاد الفتره هذه. كل واحد كيفاش عطاتو الغربه شي استقر. وانا ما نكذبش عليكم، انا ناقصني غير استقرار. ملي كتشوفوني ما كنبانش بزاف في اليوتيوب، ما كنكونش مستقر، كنكون عندي باني مثلا ولا كذا اولا. المهم العقل ما كيكونش كونسونطري على واحد الحاجه. ملي كتكون مستقر في شي بلاصه اولا في شي دار اولا شي بيت، كيمكن لك تعمل بزاف د الحوايج، وكيكون عندك الكانه اللي. ولكن ملي كتكون امور هيدا كتكون الكانه مهرسه والمورال طايح، ما كتبقاش لك الكانه، كتبقى تفكر غير في الوالدين ديالك، كتفكر غير في تصوفي راسك تعدل الوريقات ديالك. الصراحه الاستقرار هو اهم حاجه في الغربه، واصعب حاجه في الغربه هي السكنه الاخوان، خصوصا في هذه الارتفاعات الصاروخيه. الاسعار وكل شيء اثر على كل شيء، حتى الكراء اثر. اللي عنده شي دار، اللي عنده شي بيت ويجيبك كيف ما بغى وكيف ما حب وكيف ما رضى. الله يسهل على الجميع.
وهذا ميساج خفيف ظريف. الدراري تعاون مع بعضياتها، كلشي غيبقى هنايا اللي كتشوفوا فيه ترانكيل وظريف، كريل وتعاون معاه دبر له، يعني ما غينقص في الرزق ديالك والو، بالعكس ربي غادي يزيدك رزق على رزق، وغادي يزيدك بزاف ديال الحوايج، لان انت وقفتي مع هذا السيد هذا، اولا انت تعاملتي مع هذا السيد هذا. بزاف الدراري انا وريت لهم البلايص فاني ديبانيو على من باين يعني يدبر شي خدمه اولا ما يبقاش ينعس، لان البرد كيقتل، خصوصا في هذه الاجواء البارده اللي كتعيشها اوروبا. البرد كيسالي مع بنادم، اليوم ما يعمل لك والو، غدا ما يعمل لك والو، ولكن الدوام هذا انت كتنعس في الطوموبيل ولا كتنعس في الزنقه. كيف ما شفتوا ماشي بزاف، ماتوا جوج الشباب مساكن كانوا ناعسين في الزنقه، انا لله وانا اليه راجعون. اش غادي نقول لكم الاخوه، الانسان يتعاون مع بعضياتو صافي، كلشي غادي يبقى هنايا، والغربه هذا حال. حنا ماشي الارض ديالنا هذه، اولا عندنا العائله هنايا، نقولوا مثلا الغربه راسي راسي، كل واحد كيضرب على راسو وكل واحد كيفتش على راسو، وتا شي واحد الا القليل، ما كنقولوش كلشي، ما كنعموش، وانما الا القليل اللي كتجبرو كيحس بالدراري بلا ورق مثلا، اولا يقدر يصوفيك، اولا يقدر يوقف معك، يعطيك غير واحد الباسو، يعطيك واحد الدرجه، واحد الخطوه باش تجبر الامل. ولكن ملي كتجبر عيد ديال، كتجبر عيد البيع والشرايه، يبيعوا ويشريو معك في الديار، يبيعوا ويشريو معك في شواهد سكنه، كونطراطوس، اي حاجه بالمقابل. ما عندهم حتى شي حاجه بدون مقابل، ما عندهم شي حاجه اسمها الخير، ما عندهم شي حاجه اسمها المعامله، اولا يعمل فيك شي يعني شي خير لله ولا كذا ولا هذيك. قليل مع العلم بان الدراري كتكون مجه بقى يلاه جات مدوخه، ما عارفين فين يمشيو، ما عارفين فين يجيو، كيعرفوا شي اقل حاجه بنادم اللي كينعس في الزنقه مثلا اولا كلاه البرد يمشي بانكا، كاين بونوك هنا كيخليو الباب محلوله والسخانه الايري من داخل، يعني عندهم مكيف من داخل، ما يوقع له والو، يجيب الكرتون ديالو وينعس، والله يجيب ابتسام. واي واحد بزاف الاخوان هنا غيتفرجوا فيه وغيعرفوا هاد الهضره هادي. اي ما تجبر العراقيل والعقبات، وكل ما زادت تشدت الا وستفرج باذن الله السميع العليم. يعني بمعنى القول، يعني اذا تشدت ربي غادي يرخفها بكل تاكيد. خصك يكون عندك اليقين بالله عز وجل، ويكون عندك واحد الهدف يعني مركز عليه. ما تصاحبش اصحاب السوء، تهلا في الوالدين، الصلاه ديالك، الطريق المستقيم ديالك، ويكون عندك الثقه في الله عز وجل. اذا كان عندك الثقه في الله عز وجل، وهذه الاشياء اللي قلت لكم هادو كاملين، عمره ربي ما يخيبك، وعمرك ما تبقى محنسر، وعاد تجبر ولاد الناس، وعاد تجبر اللي غادي يوقف معاك واللي غادي يتعاون معاك. وهذه رساله جميع المغاربه المقيمين في اوروبا كامله. على الاقل عندك ما تقدرش تدخلوا اولا كذا، كتنصحوا، كتوريه بلايص مثلا، كاينه مساعدات، كاينه اجوتامينتو، البرغي، كاين البرغي في اسبانيا كامله مثلا. كنمشي عندهم كتقول لهم انا كنعس الزنقه، كيعطيوك دنعس، كيعطيوك تاكل، كيعطيوك كلشي، باش نكونوا واضحين. ولكن حنايا ما كنوريوش من بعضياتنا، حنايا ما كنبغيوش الخير من بعضياتنا، يعني ان حق القول ما كنبغيوش بعضياتنا الخير بصفه نهائيه، الا القليل، ما كنعممش ولكن الا القليل. لا حول ولا قوه الا بالله. كتجبر اخر تكرفس وكوس تكرفيسه، او خصو تنت تكوس تكرفيسه، وتنت تنعس الزنقه، وتنت تبقى تسعالهم. ما كيعجبهمش الناس اللي كتخدم على راسهم، كتجمع التشاطره، كديباني راسها، ما كيعجبهاش اللي يستغلها. اصحاب الاستغلاليين اللي كيعطيو 5 الاورو في النهار. اتصل بيا واحد من غرناطه، اقسم بالله كان خدام 5 الاورو في النهار. هل يعقل هذا في اسبانيا في اوروبا؟ اخر خدام 5 الاورو في النهار، والليسته كبيره جدا. باش انا نجي لاوروبا ونخدم معاك 14 ولا 15 سوايع من 8 الصباح حتى 12 د الليل، وحده ل 2 د الليل، وتعطيني 10 الاورو ولا 15 الاورو ولا حتى 20 الاورو؟ انتم عارفين الكرا غالي، الكرا 200، هذه اقل تقدير. الكرا عمل يعني طلعه صاروخيه. نيالاش عتكفاك هاد 600 الاورو مثلا، هاد 20 اورو في النهار؟ الله يا ودي. اسبانيا اعوذ بالله، زعما الشر فيها بعض المناطق فيها الشر جهدي. فيما قوستي الحاضيه الحنزازه، وبنادم هذا مقابل هذا اخر كيشوفك ما يقدرش يعمل لك جيم، كيتفرج فيك وما يعمل لك شي جيم، كيقول له عقلو عاد تخلص من ظهره او لا كذا. واحد النهار تلاقاني واحد خانه،
قال لي كدا ابوني ابوني، قلت له ابوني يا خاوه ديالي باطل صاحبي بدون مقابل. قال لي لا والو، قال لي ب 20 سنتيم. دوزوا عنكم اخوتي ب 20 سنتيم، ابوني ب 20 سنتيم. ولهذا الاخوان ديالنا انا قلت لكم اول مره كتوقع لي اخوتي، وعندي الاصدقاء ديالي وعندي الدراري، ما كنبغي نحرج حتى شي واحد. اذا بان شي واحد هنايا في تيراسا صبادير كذا عنده شي بيت كرهنا او يقدر يديبانيني مثلا معاه ولا كذا، فهمتي، واحد المده مثلا قصيره ماشي طويله، فجزاه الله خيرا. والله يرحم الوالدين ديالكم اخواني اخواتي في الله، حياكم الله. هذا الفيديو هذا ماشي ضعفا مني او لا باش توضع، بالعكس هذا اديلانتي يعني خصك تجرب كل شيء، خصك تجرب تنعس الزنقه باش تحس بالناس اللي كينعسوا في الزنقه، خصك تبقى بالجوع باش تحس بالناس اللي كيبقاو بالجوع، باش اذا جا عندك شي واحد طلب لك شي حاجه ما تنهروش، واما السائل فلا تنهر، واما بنعمه ربك فحدث. تحياتي للدراري ديالنا كاملين وشكرا بزاف، وكان معكم بيو في الغربه، اعانكم الله. تهلاو والخوت، وفيديو اخر ان شاء الله. لا ما نقول لكم جيم اخوتي وشي كومونتير زوين، ودعمونا اخوتي بارطاج اللي كان باش نقدروا نستمروا ونقدروا نعطيكم فيديوز، لان الفيديوز كنضربوا فيهم تماره، كتخرج مثلا دفتاش اولا كنعمل لكم فيديوز. انا ما مستناش كنعمل فيديو من الدار ما كنخسر والو، كنبقى عين هضار. هذه كنوريكم بيات، كنوريكم كذا، هذه يلا سير على الله بيو. كان معكم السلام عليكم.